يا صباح الجمال، يوم جديد والنهارده التلات. طبعا انت صاحي بتسأل نفسك بقى اللي هو ايه، هل انا هخلص اللي ورايا النهارده ولا زي كل يوم؟ يعني هلحق اروح الجيم واقابل اصحابي بالليل واخرج خطيبتي، فتحس اليوم ما فيهوش. انت 16 ساعة مش مكفيينك، اللي هو انت هوب صحيت، هوب الشغل، هوب جيت نمت، اليوم خلص. فتقوم صحي تاني يوم تسأل نفسك تاني، هو انا هخلص اللي ورايا النهارده؟ اكيد كلنا فكرنا انه يا لو ما كانش في حاجة اسمها نوم، وان الايام متصلة ببعضها ومقضيها ال 24 ساعة في ال 24 ساعة دراسة وخروج وشغل ومشاوير. بس السؤال هنا، هل تفتكر المشكلة هتتحل؟ يعني الانجازات هترف عليك؟ طب اقول لكم على حاجة، في فعلا واحد فكر في الموضوع ده ونفذه. ده راجل ياباني اسمه دايسوكي هوري. الراجل ده قال لك انا فضلت لمدة 12 سنة تقريبا ما بنامش غير نص ساعة في اليوم. محدش صدقه وقالوا له والله ده نيجي نصورك 3 ايام ونتأكد من كلامك، وقعدوا فعلا معاه 3 ايام واتأكدوا من الكلام ده كله. يعني اقول لك على حاجة يا سيدي، ما كانوش اتأكدوا، انا مصدق. تعال بقى نيجي للسؤال اللي انا بصراحة هموت واسأله، حد فيكم سمع عن الراجل ده قبل كده؟ هل الراجل ده بقى نجم عالمي، مخترع ذرة؟ لا عادي، ده محمد صلاح بينام يا جماعة، ايلون ماسك بينام عادي، محمد رمضان بينام عادي، صاحبك اللي انت شايفه قدوة او بتحب ان انت تمشي على خطاه او شايفه حد ناجح بينام برضو عادي. كل المفروض ان احنا نعمله هو نظبط بس الوقت، نقدر الوقت، نسعى في شغلنا دراستنا، والباقي طبعا هو بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. النوم ده نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا جدا جدا، ربنا يديمها علينا. فانت لو في الصيف خش كمل نوم في التكييف عادي او المروحة، اما لو بتسمعنا في الشتاء في الجو برد كمل نوم مستهدى بالله. يلا تصبحوا على خير.